بقى للمنافس بتاعه وهو اللاروش بوزيه إيفاكلار. والغسول ده برضه معمول للبشرة الدهنية والمعرضة للحبوب، وطريقته واضحة وصريحة: ينظف كويس ويسيب البشرة نظيفة فعلا. القصة بتبدأ من أول ما تحطه على وشك. أول ما الغسول يلمس البشرة، مواد التنظيف الأساسية زي الصوديوم لوريس سلفيت تبدأ تشيل الدهون التقيلة والأوساخ والعرق وأي تراكم مخلي البشرة مكتمة. عشان كده الناس كتيرة تحس بعده يقول لك وش نضيف بجد، وده فرق أساسي بينه وبين غسولات ألطف شوية. عشان التنظيف برضه ما يبقاش قاسي، التركيبة متدعمة بالكوكوبيتاين والبي اي جي 120 ميثايل جلوكوز دايوليت، ودول بيهدوا شغل السلفيت فيخلوا التنظيف فعال لكن مش صابوني ناشف، يعني ينظف بعمق بس مش بيقشر الجلد ولا يبوظه. كمان الغسول فيه الزنك بي سي ايه، وده دوره يقلل افراز الدهون ويقلل اللمعان ويظبط البيئه اللي الحبوب بتحب تطلع فيها. مش بيوقف الدهون تماما ولكن بيخليها في المعدل الطبيعي، مش زياده تخنق المسام. وبعد الغسيل البشره تحسها خفيفه مش لازجه مش عليها طبقه، وده راجع ان الغسول بيشيل الدهون السطحيه كويس وما بيسيبش بقايا تقيله وراه. عشان كده ناس كتيره بتحبه في الجو الحر والعرق والبشره اللي بتلمع بسرعه. كمان مش بينسى الترطيب، رغم ان غسول تنظيف قوي نسبيا في مكونات ماسكه شويه ميه جوه الجلد زي البي اي جي 8 والهكسايلين جلايكول، فما يطلعش الوش مشدود بزياده ولا فيه قرح. بس برضه لازم مرطب بعده لان ده مش غسول مرطب قوي. كمان طبعا السيتريك اسيد والصوديوم هيدروكسيد دول بيخلوا الغسول قريب من البي اتش بتاعت الجلد، وده مهم عشان البشره لا تتهيج وما تطلعش دهون زياده كرد فعل. تمام، ايه بقى دواء استعمال غسول اللاروش بوزيه فاكلار؟ اول حاجه بنوصفه للبشره الدهنيه اللي بتلمع بسرعه. لما افراز الدهون يكون عالي الوش بيلمع بسرعه ويحس انه مش نظيف حتى بعد الغسيل، فالغسول ده مناسب لانه بيشيل الدهون السطحيه الثقيله وينظف الجلد بوضوح ويقلل الاحساس باللزوجه. كمان بنوصفه في حالات الحبوب المرتبطه بالدهون. في حالات الحبوب بتطلع مع زياده الدهون، مفيش التهاب شديد، الحبوب بتظهر اكتر في الجو الحر. وجود الزنك بي سي اي بيقلل افراز الدهون ويقلل البيئه المناسبه لظهور الحبوب. كمان المسام الواسعه بسبب تراكم الدهون، المسام بتكبر شكلها لما الدهون تفضل متراكمه على السطح والتنظيف ما يبقاش كفايه، فالغسول ينظف السطح كويس ويقلل تراكم الدهون ويحسن شكل المسام مع الوقت. كمان البشره الدهنيه اللي محتاجه احساس نظافه حقيقيه، في ناس ما بترتاحش غير لما تحس ان الوش نظيف قوي. الغسولات اللطيفه قوي مش بتديها الاحساس ده، فالغسول ده مناسب للفئه دي لانه بيدي احساس نظافه واضح من اول استعمال. كمان كغسول اساسي مع روتين علاج حب الشباب، ينفع يستخدم مع ريتينويد بنزول بروكسايد علاجات موضعيه للحبوب لانه مش بيتفاعل مع العلاج وبيجهز البشره للعلاج ويقلل تراكم الدهون اللي ممكن تعطل النتيجه. كمان مناسب جدا للجو الحار والتعرق. في الصيف في حالات التعرق المستمر والرياضه الغسول ده بيكون عملي جدا لانه بيشيل العرق والدهون، بيسيب البشره خفيفه ويقلل الاحساس بالانسداد. وزي ما قلنا المميزات بتاعته، خلينا نقول عيوب غسول اللاروش بوزيه ايفاكلار. اول حاجه ممكن يسبب جفاف خفيف او شد. الغسول طبعا في الصوديوم لوريس سلفيت، ودي ماده تنظيف قويه نسبيا، وده مع الاستمرار او الاستخدام المفرط ممكن تخلي البشره تحس بشد بعد الغسيل، تكون ناشفه شويه، خصوصا لو البشره حساسه او جافه بطبيعتها. كمان مش مناسب للاكزيما الشديده او البشره الجافه جدا اللي بشرتهم فيها تقشير قوي او جفاف مش طبيعي او فيها التهاب نشط. الغسول ممكن يفاقم الاحساس ده لانه اقوى في حته التنظيف من الغسولات التانيه. كمان ممكن يعمل تهيج عند بعض الناس، خصوصا اللي عندهم حساسيه من السلفيت او عندهم حساسيه تجاه اي منظف قوي او بيستخدموا احماض وريتينويد تاني في نفس الروتين. في الحالات دي ممكن تحس باحمرار، لسعه خفيفه، حراره ما بعد الغسيل. كمان الغسول ده مش يعتبر الخيار الاول للبشره الدهنيه الحساسه. لو المشكله الاساسيه تهيج وحساسيه اكتر من الدهون فالافضل في الحته دي لا، وغسول الطف زي الفيتشي نورماديرم هيكون انسب في الحته دي منه. كمان مش بيقدم مفعول علاجي مباشر للحبوب الشديده. الغسول بينظف ويقلل الدهون ويحسن الاحساس بالنظافه، بس مش علاج للحبوب العميقه او الالتهاب الشديد. طيب ايه الجرعه المناسبه؟ الجرعه بتكون من مره لمرتين يوميا، مره صباحا ومره مساء. لو البشره حساسه شويه او مع علاجات قويه نستخدمه مره واحده يوميا. وبالنسبه لطريقه الاستخدام فبناخد كميه صغيره نتحط على بشره مبلوله، ندلك بلطف بحركات دائريه من 20 ل 30 ثانيه من غير فرك او عنف طبعا، ونشطفه كويس بميه فتره، وبعديها مرطب مناسب للبشره الدهنيه، ويفضل نتجنب منطقه العين. وخد بالك لو حصل شد او جفاف نقلل لمره واحده يوميا. لو هنستخدمه مع الريتينويد او البنزال بروكسيد يفضل مره واحده يوميا زائد مرطب كويس بعده. اما بقى لو ظهر حرقان او تهيج مستمر فنوقفه تماما ونراجع روتين تاني. طبعا ما نستخدموش على بشره متشققه او ملتهبه بشده بعد تقشير قوي او ليزر مباشره، وطبعا ممنوع للبشره الجافه جدا.